500 روبية، يعني أقل من 6 دولار. ده كل اللي كان في جيبه لما قرر يبني أكبر شركة في تاريخ الهند، والكل ضحك عليه. في 1932 ديرو باي اتولد في قرية صغيرة في الهند. أبوه مدرس، مرتبه بالكاد يكفي، من غير كهرباء، من غير رفاهية، من غير أي اتصالات. بس ديرو باي الصغير كان بيبص على التجار في السوق وبيفكر. يوم سأل أمه: ليه في ناس لابسين جزم وناس من غير جزم؟ قالت له: اللي عنده جزم بيبيع، واللي من غير جزم بيشتري. الجملة دي فضلت في دماغه. في 1948 ديرو باي عمره 16 سنة سافر لليمن واشتغل في محطة بنزين. بس هو ما كانش بيشتغل بس، كان بيراقب، بيتعلم ويفكر. لاحظ إن العملات اليمنية فيها فضة أكتر من قيمتها، والبورصة في لندن بتشتريها بسعر أعلى، فبدأ يشتري العملات ويبيعها في لندن وحقق أرباح. في 1958 رجع للهند، عنده 500 روبية بس، ومكتب صغير 350 قدم فيه تليفون واحد و3 كراسي. الكل قالوا: مش هتقدر، ما عندكش علاقات، ما عندكش بنوك، ما عندكش تعليم عالي. بس ديرو باي قال جملة واحدة: فكر كبير، فشل بسرعة، واتعلم أسرع. بدأ يستورد خيط البوليستر ويصدر التوابل. بعد سنوات بنى مصنع نسيج وأطلق ماركة اسمها فيمال. الناس ما حبتهاش في البداية، بس ديرو باي فكر بطريقة مختلفة. عمل إعلانات في كل مكان وفتح محلات في كل أرجاء الهند، وركز على الجودة والسعر المناسب. فيمال بقت اسم في كل بيت هندي. ومن النسيج ديرو باي انتقل للبتروكيماويات والطاقة والاتصالات. في 1977 عمل حاجة محدش عملها قبله في الهند، طرح شركته في البورصة وفتح الفرصة لصغار المستثمرين. الناس العادية اشترت أسهم في ريلاينز وكسبت معاه. لما مات ديرو باي في 2002 ريلاينز كانت من أكبر 100 شركة في العالم. ابنه ميكيش أمباني بقى من أغنى 10 أشخاص في العالم. الدرس اللي علمناه إياه ديرو باي مش الفلوس اللي بتصنع النجاح. اللي بيصنع النجاح هو إنك تشوف الفرصة لما الكل شايف مشكلة. راجل بدأ ب500 روبية وبنى إمبراطورية. انت عندك أكتر من كده. لو القصة دي أثرت فيك، اشترك وفعل الجرس، وقول لي في الكومنتس إيه الجملة اللي وقفتك في قصة ديرو باي. عندنا قصص أكتر إلهاماً من دي.